السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم أحلى حلويات شرقية وهي صوابع زينب. أول حاجة هنجيب كوبايتين من السكر وكوباية من المية. أنا هنا عايزة الشربات تقيل مش عايزاه خفيف، وعصرة من الليمونة، نص ليمونة بالظبط. هنا شريحة من الليمون. أنا بحب طعم القشر بتاع الليمون في السيرب أو في الشربات بتاعي. هسيبه كده يغلي بالظبط من وقت الغليان 9 دقايق بالظبط عشان يبقى قوامه تقيل كده. هو وصل معانا لمرحلة تمام كده ان هو خلاص هطفي عليه. في البولة هجيب كوبايتين من الدقيق متعدد الاستخدامات برضو، بنفس الكوباية اللي انا عايرت بيها السيرب او الشربات بتاعي، هي اللي بعمل بيها الوصفة لحد الاخر. كوبايتين من الدقيق متعدد الاستعمالات، نص كوباية من السميد، سميد خام من سايب من عند العطار. هنا نص كوباية سمنة على زيت، يعني 3 معالق زيت او معلقتين زيت على معلقتين سمنة. المهم نص كوباية سمنة على زيت. هنقلب كده بالراحة خالص، مش هعجن في المرحلة دي. أنا مش هعجن خالص، لا أنا هنا هبس الدقيق والسميد مع السمنة. يعني هحاول أبسه بس كده أهو، بقلب بإيديا تقليب كده خفيف علشان السمنة تتشرب كل الدقيق والسميد. عايزاها زي حبات الرمل كده. أهم حاجة معجنش أهو. لو تلاحظوا إن أنا بقلب تقليب كده خفيف اهو. هنا هبسهم كده علشان كل ذرة فيهم ياخدوا شوية من السمنة والزيت اللي انا حطيتهم كده. كنت وصلت لمرحلة اهو كده، هعرف ان هي اتبست كويس. هنجيب نص كوباية من المية، مية من الحنفية عادي، لا هي دافية ولا هي سخنة، مية من الحنفية عادي. هنحط فيها ربع معلقة من الخميرة الفورية، ما تزيدش عن ربع معلقة عشان ما تخمرش معانا اكتر، يعني ما تبقاش منفوشة. هنا ربع معلقة من الملح برضو، ونص معلقة من السكر. أنا هنا عكست، هي نص معلقة من السكر ربع معلقة من الملح، وأدوبهم كويس في الكوباية. هنزل بيها على الخليط بتاعي اللي أنا عملته من شوية عشان أعجن. هنا بقى المعلقة اللي هتخلي صوابع زينب في حتة تانية، معلقة كبيرة من النشا، هتخليها مقرمشة من بره وطرية من جوه. هنحط كده الخليط بتاعي اللي أنا حطيته. هنا بقى هلم الأول المية بالخميرة اللي أنا عملتها مع الدقيق اهو. مع الأول بلم وبعد كده هبتدي أعجنها عجن خفيف كده يعني. شايفين لمت معايا ازاي وطرية وجميلة جدا اهو. كده خلاص هغطيها دقيقتين بالظبط، يعني كمان ما كملش دقيقتين. انا مش عايزاها تخمر، يعني انا مش عايزاها تنفش. هنا دي بقى اللي انا اشكل عليها. ممكن لو عندك المصفى ماشي، عندك بتاعة القلي ماشي، اي حاجة ماشي، مبشرة ماشي، اي حاجة عندك هتعمل الشكل اللي هو المشرشر اللي من بره ده تمام يعني. هنا هناخد قطعة قطعة، نرش شوية دقيق وافردها على الرخامة قد حجم الليمونة الصغيرة، يعني ما زودش عن كده أهو. ممكن نكورها والمها على ايدي، وممكن افردها على الرخامة صباع يعني كده زي الصوابع كده. بعد كده بالراحة، شايفين؟ ممكن اقفلها وممكن لا. انا هنا قفلتها في واحدة والباقي ما قفلتوش، يعني عشان اوريكم ان هو مش شرط ان انتي تقفليها. اهم حاجة العجينة ما تخمرش معاكي علشان ما تفكش معاكي أهو. تعمليها زي صوابع كده.
اهو فردتها على الرخامة. اسهل طريقة ان انت تفرديها على الرخامة بصراحة. هبتدي اشكلها كده. دي بصمة الكعك بتاعتي، فانا بشكلها عليها اهو عشان تاخد الشكل ده. ما قفلتهاش اهو. طبعا البصمة عندي صغيرة، في اللي هي الاكبر من كده، بس انا عندي الصغيرة دي. انا عملت معاكم الكمية كلها اهو، اول قطعة. اهم حاجة ان انا اغطي القطعة التانية علشان ما يخمرش معايا. شايفين الشكل حلو ازاي؟ كده انا هحضر قلاية على النار. احط فيها زيت، اهم حاجة يسخن خالص، وبعد كده اهدي النار. يعني اهم حاجة يسخن الزيت الاول كويس، وبعد كده اهدي النار. احط الكمية اللي عندي، انزل بيها بالراحة كده. اسيبها، مش هقلب فيها علشان الوش بتاعها ما يمشيش. انا ببعدهم كده بس من بعض. اهو كده. هبتدي اقلبهم. لما لقيتهم ان هو خلاص اخدوا لون من تحت، هبتدي اقلب. اهو هنا كانوا اخدوا لون حلو خالص. اهم حاجه نهدي النار علشان النشا والسميد هيخليهم يحمروا بسرعه، وهيبقى نيه من جوه. لا، انا عايزاها مقرمشه من بره ومستويه من جوه. يعني نهدي النار. اهو تمام كده. اهو ما فكتش مني خالص من ورا. اهو قاعده زي ما هي، زي ما انا شكلتها. انا هنا في حته مقصوصه ان انا احطها في السيرب على طول. السيرب يكون بارد، الشربات بتاعي يكون بارد، وانا حطيت عليه فانيليا. هنا بقى هقطع الجزء التاني. انا هقسم عجينتي على 3 اجزاء زي ما انا قلت. الجزء الاول خلاص قليته وحطيته في الشربات بتاعي. وادي الجزء التاني برضو نفس القصة. هشكله. تقعد في الشربات بالظبط 5 دقايق، يعني 5 دقايق لحد ما تخلصي التانية دي تطلعيها يعني. التانية هتسيبيه القلاتيه ده هتسيبيه في الشربات لحد ما تخلصي تشكيل القطعة التانية. اهو انا كنت وريته لكم. شربات يكون بارد. انا حطيت كيس فانيليا، مش ظاهر معايا في الفيديو، بس انا حطيت كيس فانيليا على شربات بعد ما نزلته من على النار. زي ما قلت خليها في الشربات بالظبط 5 دقايق لحد ما اخلص تقطيع الكمية التانية وتشكيلها. دي اخر قطعة معايا. عملت نفس الحركة برضو. حجم الليمونة الصغيرة. اهو تمام كده.
خلصت كل الكمية اهو عشان اوريها لكم انا بعملها ازاي. هبصم كده برضو. اهو. متنسيش تطلعي الشوية اللي احنا حاطينه في الشربات. وهنا هقلي الكمية الأخيرة. برضو الزيت الأول يكون سخن، وبعد كده أهدي عليه بعد ما أحط الصوابع زينب بتاعتي. من أحلى وأطعم الحلويات الشرقية اللي ممكن تاكليها، أنا بحبها جدا. اهو هنا برضو هحط آخر كمية هنا في الشربات بتاعي. هسيبها زي ما قلت لكم 5 دقايق تتشرب كده، الشربات يكون تقيل وبارد. وهنا خرجناها وبالهنا والشفا. هي عملت طبق تاني معايا بس أنا يعني قدمت لكم ده. اهو شوفوا مقرمشة ازاي وطرية من جوه وجوسي جدا، وشاربة الشربات بتاعها. وما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب إذا عجبتكم الوصفة.